النهاردة هنعمل مع بعض هريسة الذرة. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. هنعملها بقى بطريقة سهلة جدا ومش بتاخد وقت خالص، وعايزاكوا تتفرجوا على الفيديو للآخر عشان خاطر أقولكوا على التركات اللي هتخليها تطلع طرية وهشة وطعمها هيطلع تحفة تحفة تحفة. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هنجيب الخلاط بتاعنا وهنحط فيه 5 بيضات، وبعدين هحط فيه باكو فانيليا، او لو ما عنديش باكو فانيليا هستعملها ب2 معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وهحط 1.5 كوباية من السكر، وبعدين هخلط بقى المواد دي كلها مع بعض. انا هحط المواد بالتدريج عشان خاطر مش عايزة اضغط على الخلاط بحيث ان هما كلهم يندمجوا بطريقة كويسة. وبعدين هحط نص كوباية من زيت الذرة. اهم حاجة عايزاكم تعملوها ان انتوا الكوباية تثبتوا الكوباية اللي انتوا بتعايروا بيها كل المقادير، ما ينفعش استعمل كذا كوباية مختلفة. وبعدين هضربهم برضو مع بعض، واحط نص كوباية من الزبادي. الزبادي هتخليها طرية وهشة جدا جدا جدا. وبعد كده هضربهم مع بعض برضو ضربة، يعني كل ما احط مكون هضربهم مع بعض. نيجي بقى هنا للستep دي اللي هتخلي طعمها حلو جدا جدا. حطيت نص كوباية من عصير البرتقان الفريش. لو بقى ما عندكمش عصير برتقان فريش هتضطروا ان انتوا تستبدلوها بعصير برتقان بس يكون معلم، بس طبعا لو عندكم عصير برتقان فريش يفضل جدا نص كوباية. نيجي بقى هنا للمواد الجافة، هحط 1.5 كوباية من دقيق الذرة الاصفر، بعد كده 1 كوباية من الدقيق. عايزه اقول لكم ان الكيكه دي بتبقى حلوه قوي قوي، لو عندكم اي حد تقدموها بتبقى تحفه. كمان ان احنا ممكن كمان تفطروا بيها الصبح، بتبقى طعمها فظيع. وحطيت باكو من البيكنج باودر او باكو من الكيك شيف، ده او ده ينفع، بيبقى حلو قوي في الكيكات. وبعدين هقوم حاطه المواد السايله بقى بتاعتي بالتدريج، وهفضل اقلبها كده لحد ما توصل للقوام الناعم. انا كده كده هكتب لكم المقادير كلها تحت في صندوق الوصف، وعايزاكم تعملوا فولو الاكونت بتاع الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. طبعا وانا بكون بقلب المواد دي عايزه اكون مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180. جبت بقى الصينيه بتاعتي ودهنتها كويس بالزبده، ودهنت الحروف بتاعتها. وبعد ما صبيت الخليط بتاعي كله في الصينيه لازم كده اضربها خبطتين 3 عشان خاطر تطلع كل الهواء اللي فيها. بس كده شفتوا طريقتها سهلة خالص وما خدتش مني وقت. وبدخلها في الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد نص ساعة، وبعدين بطلعها وقلبتها. بصوا شكلها بقى تحفة ازاي. وعايزة اقول لكم بقى طعمها طلع خطير خطير خطير. عايزاكم بجد تجربوها وتكتبولي في الكومنتس ايه رأيكم فيها، ولو في اي حاجة حابين ان انا اعملها لكم ياريت تكتبولي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا عايزيني اعملها لكم. وكمان بقى ممكن تقطعوها بالطريقة اللي انتوا حابينها. انا قطعتها كده مثلثات، ممكن كمان انتوا تقطعوها مربعات زي ما انتوا عايزين، قطعوها براحتكم. وكمان هي من الحاجات اللي بتبقى تحفة جدا في الفطار كده الصبح جنب كوباية القهوة او جنب كوباية الشاي بلبن. وكمان لو عندكم حد مستعجلين وعايزين تعملوا حاجة حلوة، هي من الحاجات اللي حرفيا ما اخدتش مني ربع ساعة في عمايلها، وطلع طعمها فظيع فظيع، وبجد نتيجتها مضمونة جدا. بس انا عايزاكم اهم حاجة ان انتوا تمشوا على الخطوات بالظبط زي ما قلتلكوا. بجد مش عايزة اقولكوا طلعت قد ايه فظيعة وطرية وهشة، وشكلها كده جميل. ولو عندك اي حد تقدري تقدميها بجد هتبقى فظيعة. بالهنا والشفا، باي باي.